عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم برنامج خط أحمر. لنا اليوم راح تكون حلقة خاصة، ما راناش رايحين نحكوا لكم مشاكل وهموم، رايحين نفرحوكم بزاف، رايحين نسمعوا وتشوفوا معنا قصص مفرحة في الحياة، قصص فيها أمل وفيها أيضا عبرة. هذه الحكايات نسمعوا لأصحابها لكن بعد الفاصل. ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم والبحث عن أحبابكم وذويكم، تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. مرحبا بكم جديد في برنامجكم خط أحمر. كما كنت قلت لكم لنهار اليوم معنا قصص مفرحة في الحياة. دايما الناس يشوفونا يحكمونا في الزنقة، يقولوا لنا والله القصة تاع البارح كانت تبكي، بكيتونا بزاف، لكن اليوم رايحين نفرحوكم بزاف. كالعادة يشاركني في تنشيط هذه الحلقة الإمام ما كاش هرب من الزلابية. كل يوم نقولوا له زلابية، اليوم ما جاش، إذا راه يشوف فينا نقولوا له أرواح برك. إمامنا شيخنا مرحبا بك. مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله كاين نقلة نوعية وكانت موفقة. لماذا؟ لأننا موسم الربيع هذا وين تكون البسمة وين تكون الأزهار تفتح. مع انتهت الآن الإنسان اللي يتجول في الجزائر هذه يلقى كلها خضراء. الله يجعل أيامنا كلها خضراء ومملوءة بالمحبة إن شاء الله. عليها لنا اليوم جايبين قصص مفرحة فيها أمل في الحياة. محمد مرحبا بك. الله يزيد فيك. أنت واحد من الذين يزرعون الأمل في الحياة. نعم، شكرا لك يا الأخت فضيلة. وأنا دائما بدوري أنه كل زهرة تنبت في هذا الفصل الربيع نهديها لكل مشاهدينا الكرام، ونقول لهم إن شاء الله أيامكم كلها ورد وكلها جمال وكلها نسمة إرادة وتحدي لصنع مستقبل جميل ورائع إن شاء الله. إن شاء الله. نحب الضيوف اللي حاضرين معنا هاد زوج تلاميذ مشاغبين، ممنوع التشويش ياك. كما كنت قلت لكم معنا لنا اليوم معنا زوج قصص، كل قصة تختلف عن القصة الثانية، لكن القاسم المشترك في حكايتنا لنا اليوم أنهم في زوج رايحين يتكرموا. القصة الأولى اللي راهي معنا هي قصة امرأة استدعاها إنسان في بلاطو خط أحمر باش يكرمها. هاد الإنسانة لبت الدعوة. هاد الإنسانة اللي تسمى غالية، كاين إنسان وجه لها دعوة خاصة للتكريم في برنامج خط أحمر. نستقبلوها الآن باش نشوفوا شكون هاد الإنسانة، ونشوفوا أيضا فيما بعد شكون اللي يحب يكرمها في برنامج خط أحمر قدام كامل الجزائريين، وعلاش أيضا حبيت نعرف شكون. حبيتي تعرفي شكون؟ ارفعي برك صوتك باش نسمعوك. قلت لك اللي حابه نعرف شكون اللي حاب يكرمك. درتي الخير في حياتك. الله يبارك. شيخنا، نموذج امرأة شابة في الحياة يستدعيها إنسان لبلاطو خط أحمر باش يكرمها قدام كامل الجزائريين. قبل ما نبداو نتكلموا عليها كاين واحد الأثر لا أعلم صحته يقول لك لكل واحد من اسمه نصيب. هذه يسمى غالية، أكيد راهي غالية. احنا من اسبانيا يعني. من اسبانيا. من اسبانيا يعني هذا الإنسان بالك يكون في اسبانيا دارت فيها الخير، حب يكرمها في بلاده. ممكن حراقة. السير تصير. ما تعاوني بالحراقة. كان غير هما في اسبانيا. غير هما. احكي لنا غالية، تلاقي مع الحراقة كيفاش تتعاملي معاهم؟ هكذا دي فوا كل واحد وشي نقدر نعاونهم، هكذا حاجة اللي قدرت عليها بصح نعاونهم. يجوا بزاف عندي لي تسمى لي. شحال عندك في اسبانيا؟ ربي بعتهم هذه. الله يبارك. شحال عندك وانت في اسبانيا؟ عندي قريب 15 سنة. الله يبارك. متزوجة ماشي متزوجة؟ ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله. احكي لنا كيفاش ولاد البلاد تما، كيفاش؟ نورمال بيان. احنا عادة في هذا المكان يجونا بزاف امهات قلوبهم محروقة على قلوبهم، يحوسوا على اولادهم اللي راحوا حراقة الغربة. تلاقيتي بهذا النوع من هذه فاتاني تيجوا جاو عندي بزاف هكذايا وبيان يعني الحمد لله. الحمد لله كاين الخير مازال كاين الحمد لله. شكون تشكي اليوم راح يكرمك قدام كامل الجزائريين؟ شكيت قلت لك في كاش واحد حراق. هذا راجل ولا امراه؟ انا ما على باليش. احنا ما على بالناش. انت درتي في الرجال درتي في النساء. شكون اقرب واحد بالك درتي فيه الخير حب يكرمك؟ كاين بزاف. تشكي فيه حراق. حراق هذه
هذه اكيد. هذه اكيد حراق. ولا كاين واحد ثاني زوج دي ماروكان صغار ثاني جاو لعندي ديتهم للصونت قالوا لي خلينا لا فوتو تاعك وقعدتك بصح غير انت نجيو لك الالجي ان شاء الله ونحوسوا. قلت بالك هما ما على بالش علموا لله. بالك هما. انا شو نقول لها بارك الله فيك، لان شوف سبحان الله احنا نحب العينات هذو، وين الانسان مقوت يكثر الخير ما يعرفش وين راه الخير اللي انا راه خايفه جاي. كاع يعيطوا لهذوك يروحوا حراقه. قال لك دير الخير وانسى. دير الخير ونساه. والله غير شوفي ربي يجازي خير الجزاء. الله يعافيك. عباك لان الانسان لما يكون غريب واحد برك يسمع كلمه تزيري تكفيه. محمد أنا- نموذج جميل، أنا مرأة فحلة بنت البلاد. شوفي نموذج جميل وتكلمتوا على الغربة. هي أصعب غربة للإنسان هو الإنسان اللي يكون قريب ليك وهو بعيد عليك، وكاين إنسان يكون بعيد عليك ويكون قريب عليك. معناتها الغربة هي في الإحساس وليس في المنطقة أو الجغرافيا، لأن الجغرافيا عندها حدود ولكن الإحساس ليس له حدود. بصح من ذاك يخرج له سره من ذاك. بصح أصعب شيء وأسهل شيء في نفس الوقت هو تطابق الأحاسيس فيما بينها. كي شغل هذاك الإنسان يحس باللي هو كره في ذاك الضر يخلي روحه في ذاك. كيما هذه الاخت راهي نموذج الله يبارك قالت لك هو حراق معناتها هرب من حاجه من ضعف طاح في ضعف اخر. معناتها لقات كي لذاته يعني واحتواته سمعته معناتها هذا قمه معناتها تطابق. هو قال بلي لقيت لي يفهمني. هذا هو الشيء اللي احنا نحوسوا عليه في الجزائر وهذه هي الجميله قمة والكبيره. الإنسانية. واحد الشيء جميل جدا الانسان الذي يوفق لفعل الخير. عباك في بعض الاحيان فعل الخير مقدم على الطاعات. هذا هو فعل الخير وهذا هو الصدقه. تفرج على اخوك. صح. انت ربي يفرج الله عز عليك. وجل يفرج عليك في النهار اللي تكون مضيقه. نعم. النهار اللي يضيق عليك تقول له يا ربي وهينك بحقي نموذج. ما فرجته. فرجت على انسان جا قدام 40 مليون جزائري، استدعاها من اسبانيا الى ارض الوطن باش يكرمها لانه ما نساش الجميل. هي في إسبانيا- قالت كلمه قالت دير الخير وانساه، إسبانيا لكن مو الخير دواء عمره ما الخير. راح ينسى الانسان اللي دار فيه هي قد الخير. اسبانيا هذه جزء منا عن الجزائر. كم من اجدادنا كانوا في اسبانيا. صح. اسبانيا هذه تسمى الاندلس، ولذلك ممكن الاخت غاليه تحكي لنا كاين في بعض الاحياء في اسبانيا كي تكون تمشي فيها وكانك تمشي في الجزائر. صح. تحس بالروح خلوا الجزائريه بالك هناك. غاليه تحكي لنا شويه كيفاش مع اولاد البلاد تما. يعني نورمال. قلنا هذا هذا مع هذا هذا. يرفد هدايا. وكيفاش تحسي كي تسمعي كلمه في اسبانيا كلمه وليد البلاد تاع حراك؟ يعني شغل كاع انا نبدا نحوس عليهم هكذا نشوفهم. يعني نقول لهم روحوا الحاجه اللي قدرت نعاونكم بها يعني ما مرحبا. واحد كما يقول لك واحد يقدر غير يعاون بالمورال يعاون بهذه يعاون بحاجات. الله يبارك. الحمد لله. ثم ما نخلوش بعضينا بعض رانا انت نموذج مشرف وانت فخر لهاد البلاد. انا حبيت للحراقة. نقول نقطه ما نخليهاش في قلبي شيخنا. دائما حنا الجزائريين يسمحوا لي فقط بعض الناس كي نشوفوا واحده مثلا بلا حجاب ولا منا تقول بالك هذه هكذا مالك ما ديرش الخير. لكن في غاليه نمو باللي الانسان بقلبه الدين معامله. صح ولا ماشي صح؟ شوفي الاخت فضيله لازم احنا نوضعوا كل حاجه في نصابها. اعلى شيء نطلبوه من الانسان واش نقولوا له؟ قل لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيء الاول اي واحد مهما يجينا يكون مش مسلم يقول لا اله الا الله محمد. وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابو طالب. قال قل لا اله الا الله احاجج بها الله عز وجل يوم القيامه. ثم عندنا شروط وعندنا واجبات. اذا التزمت بالواجبات هذه الله عز وجل يأجرك على قدر الواجبات ويحاسبك على قدر السيئات. ماشي مثلا انسان واحد خمار نقولوا له ما تصومش، نقولوا له انت صيامك ما يصحش لانك لا نقولوا له صوم وصلي. قال والخمر قال ربي يحاسبك على الخمر ويأجرك على الصلاة ويأجرك على الصوم. وكذلك الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والإنسان الالتزام ديالو هذا نطالبوا باش كل النساء يلبسوا الحجاب. هذا الشرع والحمد لله من نعمة الإسلام من نعمة الجزائر الموجود. الحمد لله لم أجد في الجزائر أنا شخصيا واحدة تقول لك أنا كونتر الحجاب. تقول لك إن شاء الله يهديني إن شاء الله يهدينا ربي يهدي جميع النساء باش يديروا ان شاء الله. لكن مع الحجاب ماشي معناتها واحدة اللي دارت الحجاب دخل الجنة. لا حقا ماشي معناته وحده اللي مشي دايره ما حجاب تدخلش الجنة. ما تدخلش الجنه. هذاك أمرها إلى الله عز وجل. احنا وش يا أخي أنت دير الخير قدر الاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة يا عائشة اتقي الله اتقي النار ولو بشق تمرة لأن الصدقة تطفئ غضب الرحمن. والله شوفي عباك بحاجة أن نحب بعضنا البعض. نحب بعضنا البعض. كي نحب بعضنا البعض والله كل الأمور تيسر احنا لنا. كامل لهنا
مشاهدينا عم يشوفوا فينا كامل رانا متشوقين باش نعرفوا شكون هذا الانسان او الانسانه. هي قالت بالك حراق عاونته في اسبانيا، حب يكرمها في تخدم كوارطو جاي ولا زاد جا حرق للجزائر؟ لا راهم لاباس فيهم، كاع لاباس الحمد لله، كاع خدموا كوارطهم ان شاء الله. بالك واحد عاوناته ودارت له كاس جاس منا جا البلاد حب يكرمها، وبالك انسان من داخل التراب الوطني من هنايا من الجزائر ولا من المغرب بالك ولا من المغرب؟ مغرب ممكن برك احنا في الجزائر بالك هنا في الجزائر. انت كنتي قلتي لنا دير الخير ونساه، بالك درتي الخير هنا في الجزائر ورحتي لاسبانيا وما شفيتيش. لا صح هذا الانسان بقى شافي. وبالك واحد من فاميلتك بالك ما تعرف نسيتي كاع الفاميليا. لا ولله بالك ما شغل ما كاين هكا شغل نسيت شويه. الله يبارك عليك. خلينا الله مع امين مخرج وطاهر زايدي نشوفوا شكون اللي حب يكرم غاليه قدام كامل الجزائريين. انا متشوقين كامل، حتى انا حبيت نعرف هذا الانسان او الانسانه اللي حب يكرم غاليه في برنامج خط احمر. استدعاها قدام كامل الجزائريين وهي لبات الدعوه من اسبانيا الى الجزائر باش تشوف غالية. أنا نور الهدى وحبيت نكرمك ولقيتك في مقام بابا، مقام يما، مقام كامل عائلتي اللي صدتك انتي ووقفتي معايا ونشكرك بزاف في كل حاجة. صبتها في كل حاجة، الجملين جابتهم لي ودرت راديو ودرت في كلش، صبتها خير من فاميلتي ونقولها ونعاودها. ويعطيها الصحة وربي يحفظها إن شاء الله ويخليها لماليها. نسيتيها صح؟ هي ما نساتش شكون الخير. هذه؟ هدى شوف المسكينه جات ما تجيش في بالي باسكو كنت بالك مريضه، بالك غير مغال البارح كنت نهضر معاها قلت لها كيفاش درتي لي زوناليز كيفاش، ما جاش في بالي بلي هي شغل انتيا ونسيتيني قلتي لي بالك واحد حراق تلفتها لك انا. تلفتيها لي كون قلتي لي وحده هنايا شغل نقول لك هي شيخنا انا نقول لك بلي هذه نور الهدى ما كانتش تمشي في يوم من الايام، كانت تمشي على الشريطه. هذه الانسانه عاونتها بالكلمه الطيبه، عاونتها بدراهم، عاونتها قدر الامكان باش تعاون انسان تنتشله من الكرسي المتحرك واللي يمشي ويقدر له ربي يمشي ويجيك البلاطو خط احمر ويحب يكرمها. يعني صح تستاهل حاجه. أنا معاكم نستقبل نور الهدى اللي راهي موجودة معنا وحبت تكرمها قدام كامل الجزائريين. أي هنايا جبناها لك لأنها استدعاتك. نقول فقط لطاهر تدخل نور الهدى. فيها ساكت بكينا يعطيك الصحة. يقول لك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسانا. عايشك تعرفي تحبي تعرفين نحب تبكي. تفضلي نور الهدى، تفضلي معنا نور الهدى جبناها لك. وعليكم السلام. حبيت نشكرك الغالية بزاف على اللي وقفتي معايا، ونشكر خويا رشيد نور الهدى كانت في يوم من الأيام على كرسي متحرك وما زالها مريضة، عندها الأسبوع المقبل عملية جراحية. تفضلي نور الهدى. أنا حاب الناس يدعوا لي إن شاء الله ننجح في العملية نتاعي، ونشكر الناس كاع اللي دعوا لي وعاونوني ووقفوا معايا. هذه أجمل الصور اللي يصنعوها الفقراء،
يعني بالك اغنياء دير فيهم الخير ما يصنعوش هاد الصور، لكن نور الهدى من عائله فقيره، من عائله بسيطه، من عائله قدرت غانيه انها تنتشلها من المرض وتعاونها. تفضل هو محمد. كل شيء بسيط يصنع، هو كل شيء بسيط يصنع حاجه كبيره. وكل شخصيات العظام يعني في العالم من اكبر العلماء هم ناس فقراء وناس بسطاء، بمعنى كل شيء بسيط يدخل للقلب، كل شيء بسيط يكبر يوم من الأيام، على عكس أنه كل حاجة كبيرة أنه الشيء البسيط وندوموا فيه خير من حاجة كبيرة وتخلص في وقتها، بمعنى أنه خطوة 1000 ميل دائما تبدأ بخطوة. نور الهدى، وهذا في هو يوم من الشيء الجميل الأيام يعني. كنت على كرسي متحرك. انا كنت مريضه بتوبركيلوز وكنت ما نمشيش، والغالية عرفتها في السبيطار. كنت تجي عند عمتي. عمتها كانت مريضه في كانت السبيطار. صابتني فما وصابتني غير انا وماما، وما كاينش فاميلتي ما وقفتش معايا. واحد يقول صراحه عندي صح عمومي وقفوا معايا، بصح كاين بعض الفاميليا ما وقفوش معايا، ولقيتها غير هي عاونتني في كلش، درت راديو درت كلش، فرحتني. غير ذي المره تلاقيت بها شفت بوبون هكا قلت لها يا الغاليه عجبني، جابته لي. قالت لي ما نروحش والو معايا البوبون، ديتها حتى للسمار خدمت لي، كانت سيركيلاسيون. قلت لها هدى عاودت وليت قلت لها روح نجيب لك البوبون هذا، بدات بوبون. لا واحد كيفاش يقدر يعاون واحد، وواحد يفرح الواحد، هذاك هو الصح. صح. واحد ماشي غير باش يعاون. كنتي تستناي في يوم من الأيام ما استنيتهاش، ما كثر يعطيك الصحة مما. ونقول لك هذه قليل، كنا نقدر ندير لك أكثر، فهمتيني؟ أنا ندير لك أكثر واش ما قد من الشكر كنقول قليل، ما خلاص ما قدرتش. أي مريض في السبيطار إذا كان الإنسان من غرداية ولا من وهران ولا في العاصمة ولا في البليدة ولا بحاجة مسكين يطلع عليه. أنا كاين جمعية الله يبارك تجيب لهم الماكلة، تجيب لهم الورد، تجيب لهم كذا تطلع عليهم، بصح أنا قصدي مش الإنسان هذا محتاج لي، مريض مسكين ما يحتاج لا ماكلاش من ذاك الماء يوكلوا ما يقدرش ياكل، بس حاجة واحدة توكلوا هي الكلمة الطيبة، هي كي الإنسان يحنحن عليه، كي الإنسان يحك على راسه، الإنسان كي عنقه، هذيك هي الحاجة الكبيرة لأننا وما تعرفهاش لقتها فقط في المستشفى، لكن دامت فيما بعد. شوفي الأستاذة فضيلة، نشكرك بارك الله فيك وربي يجازيك. لماذا نشكرك؟ لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكرش الناس لازم نتعلم، كما نقولوا للمسيء أسأت، نقولوا الإنسان اللي يدير حاجة مش مليحة ما تديرهاش، وما تجي ما لازمش وبعد عليها، وغادي يتغضب ربي ويتغضب الناس، وما لازم تاني كذلك الذي يحسن يجب أن نرفعه فوق رؤوسنا، نحطه قال أنت رمز أنت كذا، بيك راك تزرع الأمل. لأن شوف الطفلة هذه، أنا تلاقيت مرة مع واحد ما يمشيش، قال لي حبيت نحيا، قلت له كيف تحيا؟ قال لي حبيت نمشي. يشوف بالنسبة إليه الحياة هي أحيا، شوف سبحان الله، من أحيا نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا والله غير بودي أن أشكرك جزيل الشكر، وأسأل الله عز وجل أن يعطيك ما تريدين في هذه الدنيا. آمين. لأن لماذا؟ لأن بمجرد أن واحد ينزل دموع تاع الفرحة أمام واحد أكبر تعلم. حتى العناق هذاك تاع وكأن ما حسيتش باللي وحده غريبة تعانق وحده غريبة، حسيت باللي الطفلة تعانق الأم ديالها ولا الأخت الكبرى، واحد الجو تاع الحنان. بارك الله فيك. الله عز وجل هو كلمة أخيرة. الحمد لله. كنت حابة تقولي؟ أنا في العيد صح ما عيدناش الله غالب، حتى كان ما كانتش هنا، كانت ضيفة سنيتها حتى وين جات وقالت لي ودا ولا غير حقك تاع اللحم غير استناتي، ويعطيها الصحة. كون هي صح بفضل ربي سبحانه، وهي فاني صح وقفت معايا ورات لي الطريق المليحة يعني، الطريق المليحة اللي تقول لي هدى صلي ديري ضحكي ما تخميش تخمم يزيد لك هكذا. هذا هو السند الاجتماعي اللي نحاول عليه في كل واحد. تجي تبكي لعندي تروح تضحك. الله يبارك. وحتى ماما حتى ماما كي نكونوا مع ماما نكونوا هكا ساكتين، غير طلع معنا ماما نولوا نضحكوا، يكونوا رايحين على بالك نحبس ما نروحش، نبقى معاها ونقصر. ونحب نشكر ماما فاني تعبت معايا في السبيطار، تعبت معايا في كل بلاص، نحب نشكرها. لا تاني نشكروها بالمناسبة. إن شاء الله تبراي، إن شاء الله تنجح لك العملية اللي راكي مقبلة عليها. ان شاء الله ربي يعطيك واش في قلبك ان شاء الله. حاجه قعدت لي في قلبي، حبيت انا نكرمها قدام
راه 40 مليون جزائري. جزائري هنايا. الله يبارك. وما حبيتش نخليها في قلبي، قلت بالك ندخل السبيطار. انا حابه نشوف الغاليه خاطش هي رايحه لاسبانيا تخدم فما. قلت حابه نشوفها، لا ما شفتهاش نشوفها في التلفزيون. الله يبارك. بكيتوني. ربي يعني يحفظك ان حابه شاء الله. نشكر يمي اللي حبيتي. تفضلي اكيد. نور الهدى، قبل ما تودعنا حبت ايضا تكرم يماها اللي راهي متواجده معنا. نقول فقط لمحمد طاهر زايدي يجيب لنا يمات نور الهدى، هذه الامراه المتواضعه والبسيطه جدا اللي راهي موجوده معنا. مرحبا بك خالتي. واش راكي مليحه؟ لاباستك مليحه الحمد لله. بنتك حبت تقول لك حاجه قدام كامل الجزائريين. يما نشكرك. تعبتي معايا في السبيطار حتى حملتيني 9 شهور وتعبتي معايا، ونشكرك بزاف. قد ما نشكرك نقول قليل. سامحي لي بزاف يما. معليش ما كاش كيما نتيا معليش بيا. انت بابا راه معليش تي بنتي عليه واش كاين كبتي وبنتي عليه نرميك مال بنتي بنتي ونتهلا فيك في السبيطار لا في الدار. يعطيك الصحة. سلمك. ان شاء الله يرجع حالك. شحال نشوفوا باللي الحياه تاع الانسان كيكون بسيط شحال حلوه. كاين اللي عنده مقصور وما كاش اللي يقولوا نحبك ولا زعما يعنقوا ولا يبكي عليه. شو هذاك في بلاد هذاك بما على بال. بصح اللي تعجبني ونحيي كاع الزواوله اللي في الجزائر. نقول لهم هاي تحيه هاي زواليكم كاع تحيه الزواوله. شوف خاطر على الزوالي شو الزوالي تربى بواحد البساطه. شنو هو؟ يرقدوا في بلاصه واحده، ياكلوا في ميده واحده، يتقصوا على بعضاهم. العيد ماذا ما حتى ما يعيدوش مساكن. فرحانين. وين يطلع الصباح والفجر تاع العيد باش يتسالموا. وكثير من الناس عشت معاهم زواوله وهما الزوالي يحب من قلبه. وكاين الناس اللي تطلع بيه ولا حاجه يحس الناس ما يشوفهمش القطره قدامه كشو ما كاش كاع. بصح انا وكامل اللي راهم يشوفوا بيا وراهم يحسوا بيا باللي تحيه زواوله وتصفيقه واحده اخرى زواوله. صحيتو ياكم صحتكم. الزوالي يحس غير بالزوالي. قبل ما تزوج اختي كنا بين 5 في شمبره وحده كنا نرقدوا. هذا فوق هذا صح الحمد لله ربي يفرج علينا وربي يفرج علينا بدار تاعنا ربي السكنه. الله يبارك. والحمد لله والسلام عليكم. وعليكم السلام. ربي يحفظهم سعيدة هما خالتي. والغاليه والجماعه الجمهور كاع. ربي يحفظك خالتي وربي يكمل لك بنتك ان شاء الله. ان شاء الله تشوفيها عروسه وتفرحي بها ان الله شاء الله. يسلمكم. ان شاء الله ربي يحفظك. شكرا جزيلا اختي غاليه. وبالمناسبه سلامنا لكل ابناء جاليه تاعنا المتواجده باسبانيا وبفرنسا وباوروبا كامل. يعطيك الصحه كنت نموذج فعال في هذه الحياه. شكرا جزيلا. حبيتي عنقيها يلا هاني نعطيك عنقي في كان كل واحد شوف سبحان الله كان كل واحد يكون سعة من المال عنده شوية فقط. تفضلي غالية. ويوقف على واحد مريض. شوف الخير اللي راح يعم المجتمع. هي راهي مقبلة على عملية جراحية. وبشرط ثاني بشرط نقول كل الزواوله كما حكيت عليهم بشرط انه يحافظ على المبادئ تاعو وعلى الكرامه تاعو. هذه من الاشياء اللي تخليه ينجح. كل شيء بسيط ينجح بشرط انه يحافظ على الكرامه تاعو وعلى المبادئ تاعو باش يجي نهار من نهار. والمرفه مليح لانه ينفق لكن يدير فيه الخير راح ينفق على الزوالي. وانا تحيه لكم كما كل جزائريين. نحبكم الله غالب. انا نحب الجزائريين كامل. يبقاو على خير. لا. اللي لبيتوا لي لا ما حققتوا لي الامنيه تاعي. ان شاء الله شوفي ان شاء الله ان شاء الله ما نسمعوا غير ان شاء الله الحاجه اللي تفرح. انا نوعدك ان شاء الله بعد نجاح العمليه تلقيني على راسك في المستشفى ان شاء الله. يعطيكم الصحه وربي يحفظكم وربي يعاونكم ان شاء الله. ان شاء الله. واللي يقدر شكراً يدير جزيلاً. اللي يقدر يدير حاجه ولا يقدر يعاون ولاتك ربي يدير يحفظك. الخير مليح. على بالي بلي الحراقه راح نعيطوا لك بزاف غاليه غاليه. يعيطوا انا نقول لك تهلاي فيهم تهلاي في ولاد ديالنا في اسبانيا. نتلاقى بكم لكن بعد الفاصل في قصه جميله اخرى لكن بعد الفاصل. ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم والبحث عن أحبابكم وذويكم. تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. القصة
القصة الثانية اللي راهي متواجدة معنا اليوم في حلقتنا هي أيضا قصة جميلة، قصة أيضا يصنعها دايما الفقراء والبسطاء في الحياة، رايحين نتعلموا منها. هي قصة إنسانة تم استدعاؤها في برنامج خط أحمر باش يكرموها. الأخت راهي متواجدة معنا، نستقبلوها ونسيو نحكوا معاها نشوفوا شكون اللي حاب يكرمها في برنامج خط أحمر. نقول فقط لطاهر تدخل هاد السيدة. السلام عليكم. مرحبا بك، يسلمك. شرفتيني. ان شاء الله. انا سمحي لي فقط بزاف لانك تفضلي، لانك كنت مريضه وطولنا عليك. مرحبا بك. لاباس؟ لاباس الحمد لله. وهبه راهي متواجده معنا، هي ما تعرفش شكون اللي راح يكرمها في برنامج خط احمر. لبات الدعوه، انا نشكرك لانك لبيتي الدعوه. شكرا على دعوتك. وجيتينا رغم المرض، ان شاء الله بالشفاء عليك. يسلمك. شيخنا سيماهم على وجوههم، كي نشوفوا بعض الناس وجوههم منورين نعرفوا علاش كاين ناس اخرين حبوا يكرموه. لماذا؟ لأن كاين قول ابن عباس قال إن للطاعة في الوجه لا نورا. اختي وهيبه، شكون حب يكرمك في برنامج خط احمر؟ درتي الخير؟ والله ما شفيتيش؟ ما على باليش شكون. مرا ولا راجل؟ والله ما نقدر نقولوا مرا، راجلك موجود معنا. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. والله التكريم يعطيك صحة، جبت يعني مرا راح تكرم قدام كامل الجزائريين. الله يبارك فيك. أنا نطمنك ونقول لك باللي مرا باش ما تخافش شوية. إن شاء الله. شكون عندك نظرة من فاميليا، من شكون هذا اللي درتي فيه الخير لدرجة يستدعي قدام كامل الجزائريين ويحب يكرمك؟ باش نسهل لك، هي مرأة. ما نقدرش نقول لك، ما على بالي شكون. والله غير الحمد لله لما الإنسان نقف أمام إنسان يقول لك درت الخير، أنه لدرجة أنه ما يعرفش شكون اللي راح يكرمه، دليل مازال الخير في الأمة هذه، مازال الخير في البلاد. الجزائريين ناس طيبين، ناس تاع خير، والله الحمد. عباك كاين واحد يخرج أمام الملأ ما كاش الخير، البلاد هذه راحت لا والله غير البلاد. الله عز وجل راهو يرزق فينا بفضل الطيبين هذو لما يديروا الخير. والله شوفي الأخت فضيلة، حتى نبشر المشاهد الكريم يعني من خلال الدراسات الحديثة وحتى علاجات، وأصبحت علاجات، قالوا كاين بزاف ناس عندهم يقدر يكون مريض شويه برك، وحنا ما نستهزأ ونقولوا نورمال يذوق يبرى، بس حيلة ماذا في ذاك الشيء يولي يمرض يعني بزاف، وكي يكون مرض بزاف ونقولوا خلينا منه نبعدوه. بالعكس، وما ثبتوا على العلاجات النفسيه وعلاجات في مختلف من بينه السند الاجتماعي اللي نتكلموا عليه، لقاو انه عنده فعاليه كثير في علاج امراض مستعصيه، بمعنى انه الحب والود والاحساس الجميل والمرهف وسعه الخاطر تعطي الانسان جماليه لداخل. بالك جيرانك جوارينك. شكون توقعي ما جاك حتى انسان هكا في المخيله ممكن هو اللي يكون قاعده في الدار ولا خدامه؟ لا قاعده في الدار. الله يبارك. مرة ونص و75 يسلمك. قاطو عجين حلاوات. بالمناسبه نحيي كاع الناس اللي قاعدين في الدار. انا نقول لها من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ان شاء الله. هذا الشيء. لا تكلم الاستاذ على قضيه الانفاق. اذا النبي صلى الله عليه وسلم شو يقولنا داووا مرضاكم بالصدقه. واحد اللي عنده مريض، اللي هو مريض مغموم مهموم، عنده أزمة نفسية، عنده ولد مريض، عنده زوجها مريض، واش تروح الإنسان يصدق، هذيك الصدقة ستداوي مريضه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني وشنو هو؟ الصدقة فيها راحة للإنسان. صح. أنا معك، أدعوك شيخنا محمد، مشاهدين انتم اللي راكم خلف هذه الكاميرا، أرواحوا تشوفوا معايا شكون حب يكرم هذا الوجه النير. وهيبة، شوفي معايا لهيك وهيبة، شكون اللي حب يكرمك؟ تفضلي مدام، علاش حبيتي تكرمي هذا السيد؟ حبيت نكرمها على جال بنتي مريضة عندها مرض لافيلين وما قدرتش كيفاه نشكرها، يعني توسلت ليها، لبستها، درت لها واش درت لها ما تعوض ليش واش عوضت لي هي، يعني حبيت نكرمها لهنايا، يعني اللي راهي واقفة على جال بنتي نقولها بارك الله فيك وجزاك الله خير، هذا الجزء قليل اللي راكي تدفع عليه معايا، نتمنى انها تجي، لاني عارفه باللي ما تجيش.
راني عارفه مش هي ماشي تاع اللي تبين وجهها واش نقول لكم. بارك الله فيكم انكم جيتوا، وان شاء الله رسالتي توصل ليها ونقولها بارك الله فيك. ان شاء الله. شكون امينه هاد؟ نعرف اسمها برك. تعرفي اسمها برك؟ ايه هي عندها طفله مريضه مسكينه، نعرفها كي كان وليدي مريض نعرفها في السبيطار. في السبيطار، تقولي في السبيطار. بعد نهار هذاك نعرفها. شيخنا من القصص الجميله في الحياه، ربي يبعث لك انسان ما تعرفه وما تلاقى به. قالت لك نعرف اسمها برك، لكن هذه السيده العظيمه يا ما خرجوا من بيتها قفص لهذه الزواليه. معليش كيف تعرفتيها؟ تحكي لك كيف تعرفتيها؟ نعرفها كيما على جال الطفله تاعها مريضه، بعد كي الطفل تاعي ثاني مريض غلطوا في لي زاناليز. الطفل تاعي قالوا لي مريض كيما الطفله تاعها. بعد كي عاودنا لي زاناليز خرجوا تاع وليدي ماشي مريض. بعد قلت نهار هذاك قلت نعاونها. من ذاك اليوم بالك 5 سنوات وهي تعاون في هذه الطفله، هي اللي حتحكي لنا كامل هذه القصه. لكن انا نشكرك جزيلا يا خير ربي. هذا يعني خيرت هذه القصه بالذات لانها فيها عبره، فيها واحد المعنى رائع جدا. انا نشكرها هي ونشكر دراهم راجلها. بيان سور. بارك الله. لان شوف سبحان الله، شوف لما تكون الموده والمحبه في الاسره يولوا يجتمعوا الزوج والزوجه على فعل الخير. الزوجه مور الزوج على فعل الخير، والزوج كذلك مور الزوجه على فعل الخير. انا الشيء الجميل علاش قلت لك كيف عاونتيها؟ لانني عرفت القصه. احنا شوف سبحان الله. انت شيخنا حبيت تقول لي بلي الراجل هو لا اللي لا لا قصد اخر. لان الراجل اذا جاته امراه بتنفق ولا تمنع من الانفاق، صح. وكذلك اذا كان المراه منفقه والراجل بخيل ما يمنعها من الانفاق. لكن الحمد لله القلوب كانت في بعضها. الشيء الجميل وشنو هو؟ اننا كيفاش شكروا الله عز وجل، لان كل واحد راح ممكن يكون يصاب بهذا. نبسط القصه، هي دات وليدها، الاخ دا وليدهم كان مريض، لي زاناليز راح يولي ياكل طعام معين، راح يكلف كذا وكذا 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 الدراهم. الانسان اللي ما عندوش ما يقدرش. راحوا راحوا المراه هذه باش توري لهم هكذا القصه. راحوا بعد ما داروا لي زاناليز قالوا لهم بلي وليدكم ماهوش مريض. الحمد لله يا ربي لك الحمد. بصح هما قال يا ربي كي وليدنا ماهوش مريض ما كان يقدر لنا باش نخرجوه من الماكله وكذا نقدمه للانسان المحتاج. معناتها ربي ابتلاهم بهذاك الابتلاء باش يقول لهم يا ناس هم كاين ناس واحد اخرين راهم مبتلين. انا نسمع قصه اغرب، قصه جميله جدا. هاد الانسانه اللي راح تكرم هاد الانسانه هي زواليه ما عندهاش. كانت رحت لها هذه كنت تقولي لها كيفاش الماكله كذا، قالت لك انا نعطي لك الماكله. رغم انها زواليه منا هي الماكله غاليه. هذيك باش نقول للمشاهدين الماكله تاع هذاك المرض هي غاليه جدا. قالت لها انا نعطي لك الماكله. عشات هذه المراه هي اللي تعطي. هذا قول الله انا معك شيخنا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قدمت شويه دات بزاف في الدنيا وان شاء الله يوم القيامه يكون الاجر. امينه راهي متشوقه لانها ما كانش على بالها باللي وهبه راح تلبي الدعوه. نقول فقط لطاهر زايد يجيب لنا امينه البلاطو خط احمر اللي حبت. مرحبا بك امينه، جبناها لك. سمحي لي أمينة. أمينة ارفع لنا الستار. عملك نساء تاع الصح، نساء اللي يقفوا مع بعضاهم، نساء اللي تعاونوا خوتها. لا نقول لك كم تسوى هذه الدموع لما واحد يفرج على واحد. شوف في الدنيا هذا سنة، شوفي وش قدم له في الدنيا انه يكرمه لما 40 مليون، وش يستناه يوم القيامه اكبر من هذا بكثير. قدامك قولي لها كاع واش كنتي حابه تقول لها. حبيت نكرمها انها وقفت معايا، يعني ما صرتش اللي وقف معايا كيما هي. رحت للجمعيات، رحت يعني كي نقول لك تفنمت. بصح هي شغل كي جات ليا ما نكذبش عليك، شغل كي قالت لي وليدي راه مريضه هكا وكا وانا ما عنديش على بالها، وجات ليا وشافت حالتي.
نورمال ما نعطيلهاش، بصح انا المريض يغيظني، علاش جيت انا كيفاش تفريت في بنتي، نروح نجيب لها ديك البطاطا المقارون ربي جاتها ليا، عطيت لها الحليب، خجنت لها الخبز، قالت لي دعي لي، قلت لها لا يبليك بهذا المرض، انا مضراره فيه. هذا مرض الناس يعني ياكلوا غير الماكله ما كانش انا في الجزائر. فينا باش الناس تفهم بنتك يعني بهذا بنتي ما تعيش كيما ذراري الاخرين، ما تاكلش هذاك الغشاء احنا اللي نفتوه في الميده ونرموه، ما تاكلوش هامه، ما تاكلوش، لازم لها خبزه ولازم لها في الامعاء يعني. لا جايها في المخ، في المخ ليس في الامعاء. ايه جايها في المخ، لو كان تاكل فتاتها خبز ولا خلاص المخ تاعها يتاذى شويه، بصح لازم انايا شغل ما نخليش راما تروح ما تروحش الماكله تاعي، لازم تخبي كلش. يعني انا بهذا هي بنتك اللي اسمها راما، نقول فقط للمشاهدين. يعني بفضل هذه وهيبه اللي وقفت معايا بزاف بزاف، ما ننساش خيرها، داوات لي بنتي، عطيتي لها انت المقارون وعجنتي لها كلش، قلت لها المهم انا نعطيه لك وانت تمدي لي، هذا يمد هذا، قلت احنا ما نبيعوش، دار في بالها راجل احنا نبيعوا الحليب، احنا ما نبيعوش حنايا، اللي مريض كيما هذا المرض هذا يصدق له هذا، حتى ولادنا يبراو. ويعني واش نقول لك، الحمد لله وليدها ما عندوش هذا المرض، وقلت له لا يبليك بهذا المرض وربي ما بلاهاش به. قالت لي لو كان وليدك بنت وليدي نعرفوا باللي ما عندوش هذا المرض، قلت يا امينه راه ما بنتي، هاد المرأة اللي يقولوا بفضل ربي ومن بعد تجي واهبه، بيتي تشكريها قدام كامل الجزائريين وتقولي لها واش درت لها، ما قدرتش نكافئها كيما كافئتني هي، كل شهر تجيب لي الماكله لبنتي، بارك الله فيها، ومام زوجها الله يعطيه المال على المال، وربي بعد عليه البلاء. هذا واش فضيله اخت امينه، انت راكي شكر صح، انا نشجعوا هذا النماذج، الله يبارك، ربي يكثر من ثريكم ان شاء الله. بصح شي واحد اخر خلف القصه نتاعها معاناه وماساه، بين مأساة ياما امهات هكا مساكين عندهم اولادهم مرضى، من الناس اللي كيما قليا ولا مريض ولا عنده تاخر عقلي يديروا شغل تلعبه بيناتهم، يقاردوه يزعقوا عليه الاولاد. ما يخليكش كيما انا بنتي كي تروح عند الجوارين يحاوزوها، يحاوزوها كي تروح تلعب مع الذراري يحاوزوها، علاه؟ يعني بفضلها هي كان الذراري كانوا غير كيما دخلوا يقراو، بحثت لي حوايج وبحثت لي الماكله تاع راما، في ذوك الحوايج واش دارت لي دراهم، كي عيطت لك صحيتي يا وهيبه واش قالت لي هذوك الدراهم تاع راما بتدخليها ليكول. الله يبارك، الله يبارك. شوف انا واش حبيت، انا هي تهدر والاخت وهيبه تهدر والزوجه ديالها امامي. شوف الدين ديالنا ماهوش حكايات، نعم. حكي الدين ديالنا افعال، نعم. كثرنا بزاف الحكايات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، احنا لازم نكونوا متشابكين، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني نستنى بهم يقولوا لي غير نجيبوا لها مربيه، ما حبوش يدخلوا على جال الماكله. اخت امينه انا حبيت رساله، معليش انا رسالتي انا قلتها، بصح زيدي قولي المعاناه، اعطي مش غير انت، كاين بزاف اللي ما عندهمش مراكز، ما عندهمش مدارس، وهذا المرض السرخه تاعك رساله، وهذا المرض نقول هذا الصوت تاع المعوقين كي ينتحل المعوق، علاه كيما راه انا بنتي ما تخرج للسونتر، علاه كنت ندخلها قال لك لازم مربيه وحدها، انا قال لك لازم تجيبي لها ماكله ماكله، قلت معليش نطيبها لبنتي كيما راني دوك في لاكخاش، نطيبها لها وديها في الساكودو تاعها، بصح تفضل طاهر ندخل فقط بصح في الاخر في الصوت قال لك لا صبري هاني صابره، ان شاء الله نداءك الحال، ان شاء الله يا ربي. تفضلي راما، هاي ماما، هيا راما، هاد الزوج مرحبا بك، جيبيها بك. راما هاي ماما، تفضل خويا. وهيبه راما، شوفي يا راما، اروحي بود، الله يبارك. هاي ماما، ربي يحفظها لك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. مرحبا بك. زوجة تاعك حبت ترجع جزء من الخير اللي دارته وهيبة، انا نشكرك لانك جبت زوجة تقدر رد الجميل، وبارك الله فيك، وليتوا عائلة واحدة. يعطيكم الصحة، كنتوا نموذج جميل، شرفتوني، ان شاء الله تبرى راما كل يوم ان شاء الله نشوفوها في احسن صورة. اسمح لي زوجتك اني شقيتكم، هذا جزء قليل يا وهيبة، جزء قليل، علاه براما ولات حياتي، براما كي راهي تعرفني وراهي تخرج ما تعاودش ما يجتوحتهم تجي وحدها لعندي
فضلك انت يا فضل ربي سبحانه بارك الله فيك ان شاء الله. وهبه يعطيك الصحه. امينه ايضا يعطيك الصحه، حبيتي تفضلي مره اخرى؟ يعطيك الصحه امينه، يعطيكم الصحه. أملك نساء الفحلات شيخنا نموذج رائع للنساء اللي معروفات يترافسوا، والأمهات أمهات يترافسوا في بعضهم. يعطيكم الصحة، شرفتوني اليوم. وهبة يعطيك الصحة. أمينة أختي ربي يقدرك على الخير إن شاء الله. يعطيكم الصحة خويا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الله يسلمك. نتلاقى بكم لكن بعد الفاصل. ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم والبحث عن أحبابكم وذويكم، تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. مرحبا بكم من جديد في ركن خرج ولم يعد. معايا خالتي وردية، جيتيني من باب الواد. مرحبا بك. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله. جيتي تحوسي على وليدك. جيت نحوسي على وليدي. وليدك اسمه عبد المجيد. عبد المجيد صاقو عبد المجيد ومن هاك خرج 2015 20 أكتوبر. ما بين حتى اليوم اللي الخيط اللي حتى حاجة، ما بين حتى حاجة. ما خرجش زعفان ولا؟ ما خرج لاباس عليه، وخرج قال لي شحال نجيب لك الحليب، وخرج باش يجيب الحليب ويصلي صلاة الصباح وما عاودش ولا. الله يبارك. يعني ما خرجش زعاف ولا يخرج ما كانش في بالو فكره تاع الحراقه يروح برا البيت؟ ما كاش في عمره ما هدر على حراقه، ما هدر يروح الغربه، ما هدر على حتى حاجه غير في الدار. نقول فقط الامين يركز لي على الصوره، صوره وليد خالتي ورديه. اذا راه يشوف فينا نقولوا له بلي ماك جات تحوس عليك في برنامج خط احمر اسمه صاقو عبد المجيد، خرج بتاريخ 20 اكتوبر 2015. خالتي ورديه وشحال في عمره هالولد؟ 32 سنه. 32 سنه، الله يبارك. يعني راهو انسان كبير يعرف عاقل وطرانكيل، ما يداوس، ما يدير حتى حاجه، ما يضرب، ما عنده العدو، ما عنده حتى مشاكل، ما يخالطش وحده. هذا ماشي وليدك الكبير؟ ماشي وليدي الكبير، هذا عندي جوج بنات وولادي الكبير الاخر. يعني عندك زوج كره وزوج بنات. لو كان هو يشوف فيك واش تقولي له؟ حبي ولي الدار، ولا غير راني مريضه، ولا غير راني مع الطبيب تاع القلب، راني مع لا طونسيون ولا. ان شاء الله ما يكون غير الخير خالتي. نعاود فقط النداء، صاقو عبد المجيد اذا راه يشوف فينا نقولوا له باللي يماك قلبها محروق، يماك جات البرنامج خط احمر وهي تبكي وتحوس عليك، خوتك ما خلاو حتى ولايه، حوسوا عليك في كل التراب الوطني. هذا الولد اي واحد شافه يعرف عليه معلومات، اذا راهو في مكان ما خرج عنده اكثر من عام وربع اشهر. 4 شهور عام و5 شهور. وما بان عليه حتى حاجه. رحت للبوليس، رحت للجدرميه، رحت منا ومنا، حطينا في الجرنان، ما كان والو. ان شاء الله ما يكون غير خير. وانا راني مريضه ولا غير الطبيبه ديالو، وعندي غير هو يدخلوا يخرجوا عليا. دائما الابناء كي يخرجوا ما يراعوش واش خلاو موراهم، يخلوا موراهم قلب محروقه على وليدها. بالك هو راهو خدام، راهو في مكان ما، بالك راهو مهني، بصح ما ينسى باللي خلى قلب كبدة يماه محروقه عليه. نعم، هو الخطا الاكبر هو صح فعلا انه الكبده يعني نتاع الام ولا تاع الاب هي كي تتجرح ولا كي تتعطب كما احنا نقولوا بالعاميه، حتما حتخلي اثر نفسي كبير وعميق جدا. من بين هذو الاشياء توفر لها الاكتئاب، تدير امراض مزمنه مثل اضطرابات قلبيه، اضطرابات المعده، اضطرابات قله النوم، ولكن انا كاين رسائل نقدمها حتى للعائلات، اذا شافوا اولادهم بداو يتغيروا في السلوك تاعهم، يقدر عندهم وسواس قهري، يبداو ينعزلوا على الجماعه، يقعد وحدهم في الدار. كان خدام، سلوكات مرضيه. هذه كان خدام، كان يخدم منها كيما باباه ما يخدمش. 2010 كيما باباه الحاجه قال لك نحب الخدمه تاع روحي، ما نحبش الخدمه عند الناس. بس الحاجه كان يقعد بزاف وحده في الدار، يقعد في الدار وحده، وكان يقعد ما يخلط احنا
هنا في الدار. بمعنى هناك سلوكات العائلات يغلق الباب ويغلق انا هنا نسال الاخت فضيله، هنا الخطا العائلات الجزائريين ما تراعيش بلي وليدهم بدا يتبدل، حتى طفل صغير الا شفتوه بدا يتبدل حنا عندنا غير حتى طفل كبير، حتى يكون كبير، حتى تكون امراه كبيره متزوجه بولاد ولادها، مش معناتها خاطر حنا في المجتمع الجزائري ما عندوش ثقافه نفسيه، كيقولوا يدير بسيكول يقول لك واش هذا هبل هذا مهبول. خاصك ملي ما كنت نقول يديك الطبيب يديك من يقول لك مانيش مريض راني مليح، بصح هو ما يقولش كاين جوج خواتاتو انعزال عن المجتمع والعالم الخارجي، جوج خواتاتو وانايا في الدار. ان شاء الله ما يكون غير الخير الحاجه. النداء الثاني اللي راه موجود معنا هو ايضا نداء بقدر ما فيه الم وفيه عتاب، لكن فيه ايضا صحوه ضمير. معنا الاخت فريده، مرحبا بك اختي. مرحبا بك. واش قصدك على من جيتي تحوسي؟ نحوس على بنتي عيساوي وفاء. خليتها مكدر 4 أيام في العمر سبيطار. راني نوجه النداء تاعي للناس اللي متبنيينها خليوني نشوف بنتي، نطلب منها السماح نعيش معها شوية حياة نعوضها شو اللي فاتها. أنا حابة بنتي ترجع ليا نعيش حياتي معها حتى نهار ولا نهارين قبل ما نموت. حابة نفرق الحياة وأنا مطمئنة على بنتي. بنتي عزيزة عليا بزاف، وزيد نقول لها باللي راني جاني سمحت فيها في قلبي، راهي عايشة في قلبي عمري ما نسيتها. كي نرقد على المخدة جامين ورقد نبكي دايما من الليل وانا نبكي حتى للصباح، يطلع النهار وانا نبكي على بنتي. كيفاش انا يا راني طيشت بنتي ولات 4 أيام بالسبيطار. خاطركش كنت انا يا كنت مريضة والله ما تدخلش للدار، هذا هو السبب. في نفس المكان كنا نشوفوا مجاهيل نسب يجوا يحوسوا على امهاتهم، لكن من ايجابيات هذا البرنامج اننا نوعوا الناس انك بالك الغلطه تصرى لكن ما تطيش وليدك. في هذا المكان تجي بعد ما على باليش واش من سنه تجي ام عازبه صحوه الضمير قالت لك من نهار طيشت بنتي ما نمتش ولا يوم، نبكي نرقد بالبكا ونوض بالبكا. هذه الامراه اللي راهي موجوده خلف الستار ولدت في يوم من الايام، ولدت بتاريخ 9 ماي 1995، 9 ماي 1995 بمستشفى باتنا اختي ياك؟ مستشفى باريكا بباتنا. ولدت بنت سميتيها وفاء. ايه وفاء فيفي. وعطيتي لها اسمك؟ ايه عطيتي لها اسمك؟ الاسم كيفاش؟ بن عمار فريدة. بن عمار فريدة وفاء. هي بعد هاد السنوات راح تحوست عليها لكن ما لقاتش قدرت تجبد هاد شهادة الميلاد ديالها اللي فيها مجهولة نسب. نعاود فقط الإعلان، أي بنت راهي تشوف فينا تعتقد باللي راهي مجهولة نسب من مواليد 9 ماي 1995 نقولوا لها باللي يماك جات تحوس عليك في برنامج خط أحمر. نخلي لك تزيدي توجهي انت نداء هاي تشوف فيك واش تقدري تقولي لها اختي. انا نقول العيساوي عياش، هذه الاخبار اللي عندي باللي راهي متبنيها السيد عيساوي عياش، ونقول لهم بارك الله فيكم اللي ربيتوا لي بنتي وتهليتوا فيها، وانا درك نحوس غير نشوفها نطلب منها السماح ونقول لها كيما انا كيما العائله اللي راكي عندها ما تندميش خلاص كي تعرفيني، ما تندميش خلاص حبيبتي راكي في قلبي ديما، انا جامي نسيتك راكي في القلب ديما نبكي عليك. عندك اختك ساره ثاني تحوس عليك تحوس تشوفك لك الكبرى ان شاء الله تكون في الاستماع. غيركم في الزوج. نعاود فقط الاسم وفاء فريده بن عمار، وضعتها تحت وفاء عيساوي وفاء. عيساوي وفاء. فيفي. عيساوي وفاء حطيتيها فيفي.
ها عيساوي وفاء فيفي بتاريخ 9 ماي 1995 ولدت هذه البنت. أنا ما نقولش طيشتيها، لكن ولدت هذه البنت تركتها في مستشفى بريكة. بعد ما ولدتها شيخنا باختصار، الأم بعد كل هذه السنوات تعترف باللي غلطت كي خلات طفلها وجات تحوس عليها. شوف، من شروط توبته الإنسان أنه يعترف بالخطأ، والتوبة هذه معلقة بينه وبين الله عز وجل، لا يمكن أحد أن يطالع وما كاش أحد اللي يقدر. المهم الإنسان يكون صادق في توبته. ونقول حاجة، شوف، الذنب لا يبلى. وش معناتها؟ معناتها إذا درت حاجة راح تقعد تفكرها، ولذلك نقولوا طيش الشباب هذا. الإنسان لازم يتوقف، لأنه بعد 50 سنة 60 سنة 70 سنة حتفكر باللي كنت سبب في وجود نسمة في هذه الدنيا، تولي كيف تخلص من هذه الدنيا وما يلصقش فيك. نقول لكم إن شاء الله كامل تلقاو مواليكم اللي جيتوا تحوسوا عليهم. إن شاء الله الابن عبد المجيد يعاود يرجع خالتي ونشوفوك فرحانة إن شاء الله. إن شاء الله تاني بنتك وفاة تعاود ترجع أختي فريدة. القصص الجميلة اللي شفناها اليوم جبناها لكم بالدرجة الأولى باش نتعلموا منها، باش نتعلموا نديروا الخير، باش نتعلموا أن الإنسان يكون في حاجة أخيه. ماشي شرط يكونوا عندنا دراهم باش نعاونوا خونا الإنسان، يكفي أننا نعاونوه بالكلمة الطيبة، ويكفي أيضا أننا نعاونوه ولو بالدعاء. إن شاء الله ربي كل غريب يعود يرجع لذويه، كل مفقود يعود يرجع لذويه. إن شاء الله كل مريض يشفى، كل واحد مقبل على فرح ربي إن شاء الله يكمل له فرحه إن شاء الله. أنا دايما نقول لكم إن شاء الله ربي يبعد عليكم المشاكل وربي يبعد عليكم الهموم. ومع ذلك عندكم قصة حبيتوا تشاركوها لنا في برنامج خط أحمر، اتصلوا بينا بالأرقام اللي تظهر طيلة مرور هذا البرنامج. ما بقى ليش وقت نقول لكم في أمان الله، إلى اللقاء.